ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة المتواضعة. انا دعاء عسقلاني. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها ان شاء الله. روتين محفز جدا لأي واحدة بتدور على النشاط وعايزة تخلص كل اللي وراها. تعالي معانا في الرحلة بتاعتنا علشان نشجع بعضنا ونخلص كل اللي ورانا. النهاردة الروتين هنتكلم فيه شوية عن الروتين وشوية هحكي لكم فيه حكاية. اللي انتوا قريتوا العنوان بتاعها، العنوان مش فيك ولا اي حاجة، بل بالعكس يا جماعة، دي قصة وقصة حقيقية كمان. بس هقول لكم كده شوية معلومات عن الروتين بتاعنا علشان نحطها في دماغنا. اي حاجة عايزة اشرحها لكم هبقى كاتبها لكم على الشاشة علشان ما فيش اي حاجة تقع مننا كده ولا كده، علشان فعلا الروتين مليان حاجات جميلة جدا ومفيدة جدا. تعالوا نبدأ مع بعض قصتنا، وأي حاجة زي ما قلت لكم خاصة بالروتين هبقى أكتبها لكم على الشاشة. القصة بتاعتنا بتبدأ بواحدة من صحباتي الأعزاء المقربات لقلبي جدا. صاحبتي دي كانت معايا من أيام الكلية. كل واحد أخدته الأيام وفرقتنا الأيام وبقينا نتكلم على فترات. ففي مرة غابت عني فترة طويلة جدا، فأنا قلقت عليها. رحت اتصلت عليها، ما كانتش بترد عليا. قلقت أكتر، رحت قررت ان انا لازم افضل وراها لغاية ما ترد عليا. ردت عليا فعلا وبدأت تعتذر عن عدم ردها طول الأيام اللي فاتت، وكمان قالت لي بصي أنا مش هتكلم معاكي في أي حاجة دلوقتي، أنا بمر بفترة صعبة جدا وبعد كده هبقى أحكي لك على كل حاجة. احترمت رغبتها وما اتكلمتش معاها في أي حاجة غير ازيك عاملة ايه، يا رب تكوني كويسة، وفي أي وقت هتحتاجي تتكلمي هتلاقيني موجودة. وقد كان. غابت لها شهر كده ورجعت هي اللي كلمتني بنفسها وقالت لي انا عايزه اقولك على سر الغياب بتاعي او سبب الغياب بتاعي كان ايه. قلت لها اتفضلي احكي، انا سامعاكي. حكيت لي عن حاجه اول مره اسمعها في حياتي. انا ما كنتش متخيله ان في حاجات حقيقيه زي كده. انا كنت بسمع عنها انما امر بيها او ان حد قريب مني يمر بيها، هي دي اللي كانت غريبه بالنسبه لي. طبعا اخوكم ابو جبل ما بقاش ابو جبل ولا اي حاجه. انا اعصابي ثابت وركبي حلت عليا وما قدرتش امسك نفسي. قالت لي انا هحكي لك الموضوع وهحاول اقلل في الحوارات واقلل في التفاصيل علشان ما تتضايقيش مني. قلت لها لا براحتك، اتكلمي زي ما انت عايزه وطلعي كل اللي في نفسك. قالت لي انا الموضوع ده مش حكيه لاي حد، بس عايزه اتكلم، انا فعلا محتاجه ان انا اتكلم. قلت لها اتكلمي وكانك اتكلمتي مع نفسك. وفعلا بدات تحكي لي. الست دي يا جماعه انا اعرفها من ايام الكليه، كنا اصحاب مع بعض واول واحده اتجوزت فينا. بعد فتره الكلية طبعا كل واحد راح في طريق وكل واحد راح في حتة، وفضلنا مع بعض على تواصل. أول واحدة اتجوزت في الشلة بتاعتنا كلها، وربنا رزقها بالبنات وبالبنين، ورزقها ربنا كمان بزوج كويس والحمد لله، ودايما كانت تشكر فيه. طبعا كل ده كان جميل جدا والدنيا كانت ماشية زي الفل. طبعا الأمر ما يخلاش من شوية حسد، من شوية نكد، من شوية مش عارف ايه اللي موجودة في كل البيوت اللي عندنا. إنما اللي ما كانش طبيعي كمية الخناقات اللي كانوا بيتخانقوها بشكل مبالغ فيه. وكانت بتقولي دايما دايما بنتخانق على حاجات تافهة وحاجات هايفة، لدرجة ان كل اللي بيدخل علشان يصلح ما بيننا كان بيستغرب ازاي اتنين زيكم بالعقلية بتاعتكم ويتخانق الخناقات التافهة دي. لدرجة ان في حد من الناس على مدار السنين اقترح علينا ان احنا نروح لشيخ علشان ممكن يكون معمول لنا عمل. فاحنا طبعا يعني قلنا لا ده كلام فاضي ومش عارف ايه، وازاي تفكروا في كلام زي ده، وما حطيناش في دماغنا. قلت لها حلو. قالت لي لغاية ما جت الايام وراحت الايام واتكعبلت في حد بيعالج بالقرآن. المهم الحد ده قعد يسألها شوية أسئلة وهي ترد، يسألها وهي ترد. أسئلة بقى عن حاجات بتحلم بيها، عن حاجات بتحس بيها، عن حاجات بتحصل معاها، والحاجات دي حرفيا ما كانش حد يعرفها غيرها هي. بعد ما الشخص ده خلص كل الأسئلة بتاعته قال لها بصي يا بنتي، انت معمول لك عمل انت وجوزك علشان تتفرقوا وتطلقوا. طبعا هي صعقت وقعدت يعني تضرب أخماس في أسداس، ازاي وليه وفين وعلشان ايه ومين اللي عايز خراب بيتها بالشكل ده. طبعا سألته السؤال البديهي اللي أي بني آدم هيسأله، حضرتك ما تعرفش مين اللي عمل كده؟ قال لها أنا عارف بس أنا مش هقولك، أنت اللي هتقولي لي. قالت له هقولك إزاي يعني؟ قال لها هتحلمي أحلام
واي حاجة هتحلمي بيها تعالي احكيها لي. وفعلا مع الايام ومع جلسات العلاج رجعت تحلم تاني. نسيت اقول لكم صحيح ان صاحبتي دي كانت بتحلم احلام عادية زيها زي اي حد، ومع ذلك جت في يوم من الايام، جت في فترة كده او في سنين كتيرة بقت الاحلام بتاعتها عزيزة جدا. وبعدين اول ما بدأت العلاج من تاني رجعت الاحلام بصورة طبيعية. وكل الاحلام على فكرة، وهي كمان من نوعية الناس اللي احلامها ما بتجليش، يعني اللي بتحلم بيه على طول بيتحقق، مفيش كلام ومفيش هزار في الموضوع ده. المهم حلمت شوية أحلام على مدار الأيام. كل ما كانت جلسات العلاج بتتقدم أكتر وأكتر كانت بتحلم أحلام، وكانت بتروح تحكيها للمعالج ده. ومن خلال الأحلام قالت لي عرفت كل حاجة، عرفت العمل اتعمل ازاي واتعمل واتحط فين، وكمان مين اللي عمله. قالت لي بصراحة أنا كنت شاكة في كام حد كده، وطلعت واحدة منهم. واحدة دخلت بيتي وأكلت معايا عيش وملح، وبعد ما خرجت منه قررت إنها لازم تطلقني من جوزي. طبعا الست كانت تطمن عليا كل شوية وتقول لي انت معايا من كتر ما انا ساكتة. وطبعا نفسي جزعت وخلاص كنت هبولق منها على كمية الغل والحقد والكراهية اللي الست بتتكلم عليها. ازاي بني ادم يوصل بيه الغل والحقد ان هو يبوظ حياة البني ادمين لمجرد ان هو فاكر ان هو كده حياته هتتصلح، انا اروح ابوظ حياة غيري وكده انا هبقى فل الفل. قلت لها طب بالله عليك يا شيخ، الست دي هل حياتها اتصلحت؟ هل حياتها بقت احسن؟ قالت لي بالعكس، حياتها بقت زفت الزفت. ما شاء الله عليها، كل ما تحاول تعمل حاجة حياتها تتنيل أكتر، وكل ما كانت بتأذيني سبحان الله حياتها كانت بتتنيل أكتر وأكتر. وكل ما كانت بتسعى في خراب بيتي بيتها هي اللي كان بيتخرب. لا هي مالية عين جوزها ولا جوزها مالي عنها، ولا عارفة تتبسط بأي حاجة عندها، ولا عارفة تعيش حياتها، ولا عارفة ترضى أصلا بأي حاجة موجودة في إيديها. طبعا سألتها سؤال بديهي، طب هي عرفت إن انتي خلاص بدأتي تتعالجي؟ قالت لي 100% عرفت، وكمان بدأت تتحاشى إنها تقابلني في أي حتة ولا في أي مكان، وعينها بقت مكسورة وما بقتش تقدر توصلي. ومن جبروتها أول ما بدأنا في العلاج وحست إن احنا بدأنا نفك في العمل، راحت جددت العمل وعملت عمل أكبر منه علشان تأذي جوزي في صحته وفي رزقه، وعلشان نخلص الليلة من آخرها كده، تجيب من الآخر. طبعا أول حاجة طلعت من بقي الناس الزبالة اللي انت عارفاها دي. وطبعا سألتها السؤال الطبيعي اللي ممكن أي بني آدم يسأله. قلت لها طب انت دلوقتي ناوية على ايه؟ طبعا أكيد هتنتقمي. قالت لي لا، ده بالعكس، ده هي صعبانة عليا. طبعا أنا في اللحظة دي حسيت إن بقي اتلوى ولساني تقل ودراعي الشمال بدأ ينمل. قلت لها مين يعنيا؟ قالت لي استني بس يا ست هدي أخلاقك. قالت لي بصي تعالي نحسبها بالورقة والقلم. في الوقت اللي أنا كنت معرفش فيه أي حاجة عن اللي بيحصل ربنا كان بينجيني، وما كانش عندي أي دراية باللي هي بتخططهولي، وبرضه كان ربنا بينجيني، وربنا عرفني في الوقت المناسب علشان نلحق نتصرف ونعمل، يعني نبدأ العلاج ونعمل الحاجات اللي المفروض اللي هي تتعمل. قالت لي أروح أسيب كل الحاجات الكويسة اللي ربنا عملها علشاني وأركز علشان أنتقم من واحدة مريضة، واحدة كلها غل، كلها حقد، كلها أذى. هي ما بتأذيش أي حد في الحياة غير نفسها، هي أذت نفسها. قاعدة سنين بتشرك بالله، قاعدة مسخرة حياتها وفلوسها وكل دنيتها وموقفة دنيتها كلها عليا أنا. تخيلي الفضا، قاعدة تحوش في فلوس وتصرف في فلوس في الهوا، وكل ده راح واتبخر اتحرق، كل ده اتحرق. تخيلي تبقى قاعدة بتمثل على الناس انها بتصوم وبتصلي، وفي نفس الوقت بتخرج تعمل اعمال. واللي اكتشفته كمان انها ما بتعملش الاعمال دي لي انا بس، ده هي عايشة حياتها كلها بالاعمال، حياتها وحياة اهلها كلهم ناس كده، كلها عيلة على بعضها بتاعت اعمال. طبعا انا قاعده متنحه وبجد حقيقي مش مصدقه اللي انا كنت بسمعه. لغايه هنا كده صاحبتي كانت خلصت كلام معايا، وحاولت ان انا اخرجها من الحاله اللي هي فيها. بس بجد يا جماعه انا مش عارفه ازاي في ناس بتستحل على نفسها انها تعمل الحاجات دي. صاحبتي حكت لي تفاصيل وحاجات تانية انا مش هقدر اشاركها معاكم علشان حفاظا على خصوصيه الست نفسها او صاحبتي دي، لان في اصدقاء مشتركين بيتفرجوا معانا على الفيديوهات، فما ينفعش ان انا اقول اي حاجة تبين هوية الست اكتر من كده.
بجد حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيسعى في خراب بيت أي حد. حسبي الله ونعم الوكيل في أي بني آدم شايف إنه هو من حقه إنه هو يطلق فلانة أو يجوز فلانة أو يعمل كذا. انتوا يا جماعة ما تعرفوش إن في حاجة اسمها ربنا؟ الناس اللي زي دي بتبقى فعلا مغيبة وما عندهاش أي علم بالدين. كل فكرتهم عن الدين إن الدين عبارة عن صوم وصلاة وبس كده. صوم وصلاة، احنا بنصوم وبنصلي وبنعمل اعمال، احنا بنصوم وبنصلي وبنأذي غيرنا، احنا بنصوم وبنصلي وبنتبلى على الناس. بس بقى كفايه نكد لغايه كده وندخل على الجمال ده. بصوا ايس كريم بيتي ما اقولكمش حاجه كده فاخر من الاخر. وكمان انا ما كانش عندي المعلقه اللي هي بتاعه الايس كريم دي، فعملت بالمعلقه بتاعه المعيار اللي كان عندي، وبصراحه ادت الغرض. وزي ما انتم شايفين حاجه كده عظمه على عظمه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله.